راه مول التزوير غادي يطيح في المشكل، اليوم ولا غدا ولا بعد. واحد العام كنت درت واحد الفيديو على هذا الشيء هذا، جاني واحد التعليق بقيت كنشوف، قال لي أنا درتها وما وقع ليا حتى شي حاجة. ما وقع لك حتى شي حاجة آنذاك، أعطيني أخبارك اليوم. نتبعوا المسائل القانونية، هي الأرخص، هي الأأمن. ممكن تاكل لك شوية د الوقت، ممكن، ولكن تبع داك الشيء اللي كاين في القانون. كيفاش غتمشي تعطي أنت 3000 الأورو باش دير الريسيدنسية وأنت عارف أنه راه الريسيدنسية ضروري خصك تحضر باش دير البصمات ديالك. صافي كاين باجات في فيسبوك ولا ما نعرف فين ولا في جروبات في واتساب ولا هذا التخربيق الخاوي هذا اللي كيدير يعني بحال هاد الأمور هذه اللي ما عرفتش تضر، كتضر الصورة ديال المهاجر المغربي، كتضر به هو، لأن أصلًا بحال دابا هاد الناس هادو راه تحيد ليهم الإقامة، عندهم مشكل في التزوير. كاين اللي كان عنده غير تجديد، هو أصلًا كانت عنده الإقامة، عنده غير تجديد، عام فيه ما يتحرك. على إسبانيا قداش، إسبانيا باغي تاخد طيارة راه أطول رحلة فيها ساعة، أطول رحلة فيها ساعة. سير دير البصمات ديالك في ديك البلاصة اللي أنت تابع ليها، إلا كنتي خدام في بلاصة أخرى والسلام عليكم ملي غتمشي تشريها. قلّب على كونطراتو، قلّب على بري كونطراتو، ما تقولش ليا ما ساهلاش وما كاينش، ما ساهلاش حتى شي حاجة ما ساهلة. أنت مهاجر، أنت في واحد الفترة انتقالية كيخصك تدبّر الأمور ديالك وتكون يعني ملتزم بديك القوانين ديال ديك البلاد اللي أنت فيها.